السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتة بتقول ان اخو خطيبها مات من سنة وساب بنت عندها 3 سنين. بتقول بس خطيبي متعلق بيها قوي. وكل ما يجي تقعد تكلمه في التليفون، ما خدتنيش معاك ليه؟ انا عايزة اجي معاك، والاقيه فوت مرة وجايبها. وطول ما هو قاعد بيكلمها ويهزر معايا، كل ما اكلمه يقول لي راح جاي الحضانه، راح اوديها، قاعد معاها في الشارع، بجيب لها حاجه مش عارفه ايه كده، يعني وقته كله ليها هي. برغم المفروض انا اللي يخرجني ويفسحني وكده، بس لا، وقته كله ليها. انا حتى لما بروح الشغل وارن عليه مثلا عشان يوصلني، يقول لي لا، ده انا رايح اوديها الحضانه، ده انا مستناها تيجي من الحضانه. بقول له طب ماشي، ما انا ليك حق، ما انا ليا حق عليك. قال لها ايوه ماشي، ايه المشكله؟ انا بحبها وهي متعلقه بيا وبرضيها، ايه المشكله؟ قعدت في يوم جاية من الشغل ولقيتهم يعني على البحر كده، هو قاعد هو وهي وامها بياكلوا ايس كريم. فبقول له هو انت فين؟ قال لا، ده انا على البحر مع بنت اخويا بفسحها شويه. قلت افسحها هي ونزلتها هي وامها شويه. فبقول طب وانا؟ قال لا وانت ايه؟ انت مش في شغلك؟ قلت طب ما انا كنت منتظره تيجي تاخدني. قال لا لا، معلش مره تانية عشان انا مش فاضي. فبتقول بقى ايه، وكل مره كل شويه بتخانق معاه ان انت ما عندكش وقت ليا، وقتك كله ليها، خلاص انت حر. ومحدش بتقوله، هي بتقوله محدش يقول انا غيرانه عشان هي مرات اخوه اكبر منه، بس هو اللي متعلق ببنت اخوه قوي. وانا رحت قايله له انت ما عندكش وقت ليا، اختار بيني وبينك. فبالله انت عبيطه، دي بنت اخويا وعيله، انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قلت لما انت المفروض الخروجات ليا والفسح ليا انت بتعملها لها هي، ده هي بيبي صغير، ده هي عيله صغيره يعني. فبيقول لي بتقول لدرجه ان انا كلمت امها، بقول لها خليها تحبك شويه، ما تتعلقش بيه قوي. فبتقول لها ايه المشكله ما تتعلق، ده عمها. اعمل ايه تاني؟ لا انت يعني مقفوره شويه، يعني دي عيله ويتيمه، واكيد متعلق بيها عشان هما في بيت واحد، وبيعوضها عن ابوها، وهي عيله 3 سنين صغيره، فايه المشكله؟ انت اللي واخده الموضوع بحساسيه شويه. وبتقولي في نفس الوقت ان سلفتك كبيره اكبر منه، يعني مش هيبص لها ولا تبص له، ولو كان في حاجه كان قال لها، كان قال لك هتجوزها. لكن هو بيعوض بنت اخته، دي عيله صغيره، فحرام، ايه المشكله؟ انت كبيره وخلاص داخلين على جواز، فهو اكيد مش يركز معاكي ويسيب البيت. ويعني لما ياخد باله متعلق وقت كله بالبيت، هو بس قبل ما تتجوزي انت وربنا يكرمك هينشغل بيكي وبالبيبي بتاعك. لكن هي دلوقتي عشان ما فيش حد يعني شاغل دماغه، وهي برضو البت صعبانه عليه، فبيرضيها. انا مش شايفه مشكله، انت اللي مقفوره شويه. هتغيري من عيله عندها 3 سنين؟ ولا